السلام عليكم مشاهدينا الكرام. صرح المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي عن مباراة النصف النهائي لكأس العالم للأندية والتي ستجمع بين نادي الأهلي المصري ونادي ريال مدريد الإسباني في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية غدا الأربعاء في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة على ملعب مولاي عبد الله بالرباط عاصمة المغرب. وأكد كارلو أنشيلوتي أن نادي الأهلي المصري فريق له تاريخ كبير ومن بين الأهم في العالم، لديهم خبرة في مثل هذه المسابقات ولديهم لاعبين مهاريين وسريعين. وأكد أنها ستكون مباراة متكافئة وتنافسية. سنحترم نادي الأهلي كثيرا فقد حققوا الكثير في كرة القدم الإفريقية. وقال أيضا أن نادي الأهلي لديه قاعدة جماهيرية كبيرة، ستكون مباراة ممتعة حقا. ولأن ريال مدريد لديه كثير من المشجعين في المغرب أيضا، وكلا الفريقين سيحاولان التأهل للنهائي. وعن غيابات نادي ريال مدريد، أكد كارلو أنشيلوتي أن هناك إمكانية في التحاق الثلاثي تيبو كورتوا وكريم بنزيما وإيدر ميليتاو الغائبان بسبب الإصابة. ووصل نادي ريال مدريد إلى المغرب بدون نجومه أبرزها تيبو كورتوا الحارس وكريم بنزيما وإيدر ميليتاو، بالإضافة إلى إيدين هازارد وفيرلاند ميندي ولوكاس فاسكيز بسبب الإصابة. لكن المدرب الإيطالي أكد أن هناك إمكانية في التحاق الثلاثي تيبو كورتوا وكريم بنزيما وإيدر ميليتاو ببعثة الميرينغي في المغرب، مشيرا إلى أنه على أتم استعداد لمواجهة النادي الأهلي المصري الذي لن يكون خصما سهلا. وقال كارلو أنشيلوتي في مؤتمر الصحفي قبل المباراة: مونديال الأندية حدث مهم للغاية، ووجودنا هنا يعني أننا قدمنا موسما رائعا. نحن متحمسون للغاية، يسعدنا أن نكون في المغرب وأتمنى أن نتمكن من رفع هذا اللقب في نهاية الأسبوع. أشكركم على المشاهدة، لا تنسوا دعمنا بالاشتراك في القناة والضغط على زر الإعجاب ومشاركة الفيديو.